هسألك سؤال، ايه فايدة النور بدون ضلمة؟ تخيل معايا لو انت عايش في عالم كله نور، كل الدنيا منورة، مفيش ضلمة خالص، هل ساعتها النور هيبقى ليه قيمة؟ لا خالص، لان ده شيء هيبقى احنا اتعودنا عليه، بقى مجرد حاجة مش حاسين بقيمتها. ولكن اللي بيخلي للنور قيمة هو وجود ضلمة. لما الدنيا تبقى مضلمة ويجي نور فجأة، ساعتها النور ده بالنسبة لنا هيبقى شيء شبه القشة اللي متعلقة بيه، هيبقى شيء قوي، هيبقى شيء مؤثر، غيابه مؤثر، وجوده مؤثر. ده علشان في نقيض للنور وهو الضلمة. كذلك حياتك بتعيش في أوقات صعبة جدا أنا بسميها الضلمة، لحظات من الحزن والقلق والانكسار والخوف والتردد والحيرة والشك وكل المشاعر السلبية موجودة. دي أنا بسميها الضلمة. بس لولا وجود المشاعر دي عمرك ما هتعرف تقدر المشاعر الحلوة لما تجيلك. تخيل معايا إنك عايش في سعادة ومبسوط، وكل اللي أنت عايزه بيتحقق، بتفكر في الحاجة فبتجيلك، كل حاجة متوفرة لك سبل الراحة كلها وأنت مبسوط في حياتك. مش هتعرف تحس بقيمة الحياة، لأن أنت كده يعني عايز أقول لك، أنت لو وصلت للسعادة الكاملة التامة اللي مفيش أي مشاكل في حياتك خالص، أقول لك المشكلة فيك أنت فيك حاجة غلط، أنت مش عايش الحياة صح. لأن أنت مهما وصلت للسعادة لازم تلاقي لحظات معينة زي اللي أنا بسميها الضلمة دي، من خلالها تعرف قيمة السعادة أكتر. لما تاخد لك كام يوم كده ورا بعض كلهم مشاكل وكلهم ضغط وكلهم عصبية وكلهم حزن وقلق وخوف وانكسار، ساعتها لما تجيلك الايام الحلوه هتبقى بالنسبه لك اجمل والذ اضعاف مضاعفه من الايام اللي انت كنت عايش فيها قبل كده. كذلك الحياه هي عباره عن موجات بتروح وتيجي، بس الذكي والشاطر هو اللي يعرف يتناغم مع الموجات دي، يعرف يتعايش معاها، ما يصارعهاش عشان ظهره ما يتكسرش. وافتكر دايما ان الزرعه الذكيه هي اللي بتميل مع الريح، مش بتقف قصاده، هتنكسر. الحياة مغامرة هتعيشها مرة واحدة بس، عيشها بحب، عيشها بتحدي، عيشها بإثارة، ما توقفش حياتك علشان حاجة مهما كانت. وافتكر ان الحزن اللي انت فيه ده هو شعور لحظي، شعور مؤقت، عقلك بيبدأ يبني لك دفاعات نفسية علشان يخليك عايش جوه القوقعة. بس عادي تعيش مع مشاعرك، وخليك عارف ان كل ده فترة مؤقتة، وهيجي يوم من الأيام هتعرف فيه تكون مبسوط بجد. بس مش هتكون مبسوط إلا لما تعرف قيمة عدم الانبساط. فهمت حاجة؟